السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تعالي النهاردة بقى نعمل طبق خفيف وسريع عشان الحر اللي احنا فيه دوت. هنعمل شاورمة الفراخ بطريقة سهلة قوي وجديدة، وكمان رز مصري. يعني مش هتكلفك حاجة، يعتبر كده اتكلفت حاجات بسيطة خالص، لان احنا كمان استعملنا حوالي صدر نص كيلو او اكتر شوية زي ما انت شايفة. نبتدي ان احنا نغسله كويس قوي وننشفه من اي مية فيه، وكمان نبتدي نقطعه اي تقطيعة تعجبك، لان احنا في النهاية هنشويه في طاسة. انا قطعته قطع ما كانتش سميكة جدا ومش رفيعة قوي برضو علشان ما تتحرقش، بحيث كمان تشرب التتبيلة بسهولة. قطعي التقطيع اللي تعجبك، او ممكن تخلي الجزار يقطعهولك، او ممكن تجيبي متقطع بانيه بس تخين شوية. انا هنا فرمت بصلة في الكبة بملح وفلفل بس. البصلة هنصفيها كويس قوي من المية بتاعتها عشان احنا هنستعمل المية بس، والبصلة نفسها طبعا مش هنرميها، هنشوف هنعمل بيها ايه دلوقتي. تعالي بقى نشوف. هنصفيها كويس جدا زي ما انت شايفة. دي بصلة كانت بصلة وسط مش كبيرة، كمان عشان نوفر في البصل واسعاره الكبيرة جدا في السوق. تعالي بقى نشوف. كمان هنحط على التتبيلة ديت ابسط حاجة خالص ليمون، وحطيت معلقة خل، مكعب مرقة دجاج، شوية ملح وشوية فلفل، وسبع بهارات. بس مش هنحط حاجات كتير. مكعب مرقة الدجاج هيغنينا عن التوم بودرة والبصل بودرة، لو عايزة برضو تزوديهم مفيش مشكلة. عايزة طبعا تحطي رشة زعتر كده علشان تحلي كده التتبيلة وتخليها كويسة. اهي هنحط بقى الفراخ بتاعتنا في التتبيلة، بحيث ان هي هنجيب بقى البصلة بتاعتنا ونبتدي ان احنا نحمرها كويس قوي في معلقتين زيت، ومثلا لو عايزة تحطي زبدة مفيش مشكلة. هنحط بقى لومي وورق لورا وحبهانتين على 2 قرنفل على واحدة قرفة اللي هي بتبقى عيدان ديت. طبعا دي كلها حاجات هتدي منكهات للرز جميل جدا. وتعالي بقى نقلبهم مع بعض كده لحد ما ريحتهم تطلع. وغسلت حوالي كوبايتين رز مصري عادي خالص، وقلبتهم فيه لحد ما سخن كده وخد الريحة من التوابل، وابتديت احط عليه المية بتاعته. وطبعا ممكن تتبليه طبعا بشوية ملح كمان، ونحطت له مكعب مرق. المكعب مرق لو عايز تستغني عنه براحتك، بس هو بيدي نكهة كويسة في الاكل. طبعا هتزودي مية بتغلي علشان الرز ما يعجنش معاكي. المية اللي بتغلي ديت هتبقى قد مقدار الرز، يعني مثلا كوبايتين رز يبقى كوبايتين مية. تمام. وتسيبيه لحد ما يتشرب عادي خالص زي ما بنسوي اي رز. تعالي بقى نحط طاسة على النار سخنة جدا، فيها معلقة زيت او معلقتين بالكتير عشان نشوي فيها قطع الفراخ اللي احنا تبلناها من شوية. وهنخليها تاخد لون حلو كده زي ما انت شايفة، بحيث ان هي تتحمر من كل الجهات. اول ما تاخد لون خفيف كده ابتدي وطي النار وسيبيها تستوي على راحتها. لو محتاجة مثلا ربع كوباية مية ولا حاجة ممكن تزوديها، انما ما تزوديش مية قوي، ان احنا اصلا مش عايزين سوائل فيها خالص. هسيبها تستوي براحتها بقى. في الاثناء دي جبت عيش اللي هو الشامي دوت الابيض، وابتديت قطعته بالمقص كده قطع مربعات، وبعدين قليته في الزيت عشان هو دوت العيش بتاع الفتة بتاعتنا. تعالي بقى نعمل الصوص اللي هنحطه على الوش. جبت كوباية زبادي كبيرة، انا استعملت زبادي بلدي عادي خالص. لو تستعملي من العلب الصغيرة دي هاتي مثلا 3 علب ولا حاجة عشان تكفي. احط معلقة صغيرة ملح مش مليانة، ودولت 4 فصوص توم صغيرين، على معلقة صغيرة خل. ماشي. وقلبي بقى. انا طبعا حطيت مايونيز، عندك مثلا نص كوباية مايونيز على مقدار الزبادي دوت، يبقى مايونيز وزبادي وملح وخل وتوم. انا مسميها اسرع تومية في العالم، يعني تومية اتعملت في 5 دقايق. هبتدي بقى اجيب البانيه اللي انا شويته، قطعته كده حتت صغيرة طبعا حسب رغبتك. بتحطيه غرفنا الرز اهو استوى بقى مفلفل وتحفة. غرفنا الرز الاول، وبعدين طبعا الرصة اللي تحبيها. انا بصراحة بحب الرصة دي اللي هي الرز الاول وفوقيها الفراخ وحواليه العيش عشان العيش يبقى محمص كده. واللي عاوز مثلا ياخد قطعة منه كده يغمسها مثلا في الصوص ولا حاجة تبقى براحته، مبقاش العيش بايش مثلا تحته ولا حاجة، او واخد من سخونة الرز. حطيت قطع الفراخ كده على الوش، طبعا على حسب الطبق اللي بتغرفيه المقدار اللي انت بتحبيه.
بس لما قطعناها كده كان شكلها تحفة بصراحة، وهي طعمها حلو جدا، وكانت اسرع تتبيلة وتتبيلة سهلة مفيهاش اي مكونات غريبة ولا كتير، بالعكس دي كانت طعمها بسيط جدا وحلو قوي. والتومية السريعة بتاعتنا، الخل مع المايونيز مع الزبادي، التوم حاجة كده تحفة جدا، طعمها جميل قوي وسهل جدا، ما قعدناش حوالي نص ساعة في المطبخ. جربيها.